بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ بقى إن شاء الله نخلص الورك شوب النهاردة الخاص بلغة ال SQL. ثواني كده بس، فين الملف؟ ولا ملف ال SQL. ودي كده هتبقى آخر لغة معانا في لغات العملي، والأسئلة عليها مش كتير قبل كده، بس برضه لازم نبقى عارفينها. هو يجي في الاختبار عايز يجيبها من الترم، عايز يجيبها فاينل، هو يعمل اللي عايز يعمله تمام كده. وبس هي في العموم كان قليل جدا ان يجي منها، لكن لازم نتدرب ونجهز، فاحنا ما بنقعدش نقول إيه اللي يجي واللي مش هيجي كاننا عارفين. طيب، زي باقي اللغات ما احبش على طول نقول يلا ونبدا وخلص وانجز الصفحه كام، يلا نكتب، يلا ناخد الموضوع من الاول خالص ونفهم ايه اللي حصل بالظبط. تمام كده. تعالى دلوقتي نشوف احنا خلصنا ايه. خلصنا ال HTML تمام كده، وخلصنا ال CSS تمام، وخلصنا قول معايا بالترتيب ال PHP تمام. وحتى خلينا احذف كده، خلينا نكتبها كده عشان المرة دي كلهم هيجوا متأخر، وال CSS وال PHP، وخلصنا الجافا سكريبت. وزي ما قلنا ال HTML تيم بيرنرز دي سنة 90 تمام، وهاكون مع CSS سنة 94 تمام كده، وال PHP هنا سنة 94 برضو تمام كده، والجافا سكريبت هي اللي كانت سنة كام؟ 95. طيب، قبل كل اللغات دي بقى كان في لغة مهمة كانت موجودة مع الإنترنت قبل ال HTML، لأن هي مفيش بيزنس يمشي من غيرها في زمن الإنترنت تمام كده. مش حتى بيزنس، مفيش لازمة للإنترنت من غيرها. لغة إيه؟ اللغة اللي إحنا هندرسها النهاردة اللي هي ال SQL تمام كده. ودي أول يوم ليها وأول سنة ليها والبداية الحقيقية ليها في شركة IBM سنة 70 تمام كده. يعني بص، سنة 70 ابتدت، 74 بيجربوا، 75 أول استخدام حقيقي. بس فأنت تقدر تقول إن هي سنة 70 كانت بداية ال SQL. إحنا كنا بنكتب في البورد، ده اللي ظاهر هنا تمام. الشخصيات اللي عملت اللغة دي المرة دي معانا ريموند تمام كده، ودونالد دي شامبرلين، وبعت لكم الاثنين الويكيبيديا تولز تبعهم، وبحاول تقراها بالانجليزي تمام كده، لان العربي محتوى فاضي مفيش اي حاجه. طيب، هم دول اللي ابتدوها في سنه 70. تمام، نرجع لموضوعنا. زي ما كنا بنقول ال- اللغات ال HTML كانت للبناء والتنسيق تمام كده. ال HTML كانت البناء الموقع Hypertext Markup Language. ال CSS كانت تنسيق كاسكيدنج ستايل شيت، الالوان، الكالرز، الفونت سايز، الحاجات دي تمام، الخط وحجمه وكده. والجافا سكريبت كان عشان يبقى الموقع يعني في انتراكشن مع اليوزر مع المستخدم. والبي اتش بي اللي كانت قبلها تمام كده، عشان نبص بالترتيب بي اتش بي بعدين جافا سكريبت بي اتش بي، كانت عشان يبقى الموقع حي، بيراقبك، شايف استخدامك، شايف الاي بي تبعك، شايف سجلت دخول، انت بتتفرج على محتوى ايه، بتشارك ايه، عددكم كمستخدمين في الموقع كام، بتدخلوا امتى، بتخرجوا امتى، بتعملوا ايه في الموقع تمام كده. بيبقى الموقع على سيرفر، واحنا شايفينكم كلكم من اجهزتكم بتعملوا ايه في الموقع ده. فدلوقتي الاس كيو ال بقى اللي هي موجوده من سنه 70 تمام، 1970. اللغه دي بقى ايه لازمتها؟ باختصار، باختصار من غير ما نتكلم كتير، هي الذاكره تمام كده. هي الذاكره لما بتسجل دخول، لما بتكتب اسم مستخدم، لما بتستخدم موقع تسوق تمام كده، موقع شوبينج اونلاين تمام كده، وبتتسوق اونلاين، وتروح مثلا تضيف منتج في العربة، أضيف المنتج إلى العربة تو كارت، إن المنتج لسه موجود هناك بعد ما أنت قفلت ورجعت تاني، إنك تسجل دخول، إن المنتجات اللي أنت شفتها لسه متسيبة وبيقول لك أنت شفت المنتجات كذا، إن الهيستوري تبع الفيديو كله موجود، الهيستوري تبع البراوزر كله موجود. كل حاجة عمالة تتخزن عليك على الإنترنت، وكل البيانات اللي بيجمعوها عنك وبيسجلوها عنك، الفضل كله يرجع للغة اللي عملها ريموند ودونالد سنة 70 اللي هي السكيورتي. وهي اختصار Structured Query Language، لغة الاستعلام المنظم. وهي زي ما بيقولوا بالظبط لغة استعلام. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا جداول كده تمام، وهنا مثلا الجداول دي متقسمة كده، هنا مثلا في النيم، وهنا في فون، وهنا في ادرس تمام كده، وهنا مثلا في سالري، واسمه ايه ده، ايميل،
البيانات دي كده طبعا هيبقى فيه هنا اسم وهنا اسم وهنا اسم وهنا تليفون تليفون تليفون، عنوان عنوان عنوان، راتب راتب راتب، ايميل ايميل ايميل. الاس كيو ال بتخزن الحاجة في جداول زي كده، واحنا باستخدام كلمات شبه الانجليزي بالظبط بسيطة هنقعد بقى نطلع البيانات. لو احنا عايزين الجدول كله في امر معين يتكتب، طب عايزين راتب شخص واحد في امر معين يتكتب، طب عايزين الرواتب بس من الجدول في امر واحد يتكتب. تمام كده. طب عايزين نظهر حاجات معينة وفق شروط معينة، يعني ليهم صفات معينة في أوامر لكده. عايزين نجيب مجموع الرواتب، مجموع متوسط الحساب للرواتب للحاجات دي، عندنا الأوامر دي كلها وبتتكتب بإنجليزي بسيط. تمام كده. فهي لغة تعتبر ذاكرة الكمبيوتر، هي اللي عمالة تخزن كل حاجة. من غيرها كنت هتفتح الويب سايت ترجع للويب سايت، الويب سايت مش فاكرة، ابدأ سجل دخول من جديد. تمام. فدي ذاكرة الكمبيوتر وذاكرة الموقع، مش ذاكرة الويب سايت. طيب، فتعال نشوف دلوقتي الملف هنا ما جاش بطريقة الملفات التانية. الملفات التانية كان بيكتب لك الأمر في الجنب، وبعديها بيروح عامل لك إيه، الكود تبعه على شماله، وأنت تبقى فاهم الأمر ده والقصة دي. هنا لا، هو هنا جايب لك كود من دبليو 3 سكول. تمام كده. يعني لما تيجي تضغط آه، لما تيجي تضغط زي كده، رجعنا هنا فين، هو أهو. لما يبقى معاك الفايل كده اللي هي باللون الأزرق، هتفتح الفايل ده أنت، هيكون معاك اللينك ده. تمام. اضغط عليه من السكرول اللي عندك، هيفتح لك الموقع ده، وهنا جايبك على دبليو 3 سكول تدريب الاس كيو ال. مديك حبة جداول تشتغل بيها، دي كده جداول موجودة جاهزة. تمام. ده مش كود، دي حاجة بيقول لك إن إحنا عندنا جدول للعملاء كاستمر عشان تقعد تتدرب، جدول للكاتيجوريز، تمام، التصنيفات، جدول للموظفين لو عايز تتدرب، جدول للطلبات للمنتجات، تمام، للمزودين والتجار والمسؤولين عن الشحن. فجايب لك جداول وفيها بيانات كتير عشان تتدرب، دي موجودة على SQL للتدريب. تمام. دي مش معمولة بكود، انت الكود بقى هنكتبه هنا. تمام كده. فاحنا هنروح نشوف الحاجات اللي هو عايزنا نتعلمها هناك ونبدأ. احنا SQL زي ما بنقول دي لغة ايه، structured query language، لغة استعلام. فلغة استعلام، ثواني كده انا بس عايز اتأكد ان التسجيل والصوت شغال. تمام. تمام، كله شغال. تمام. تعال، لغة استعلام يبقى ما ينفعش اقول عليها دي اولا لغة برمجة زي HTML و CSS. تمام كده. ولغة اللي أعرف كده بداية إن أنت هتقرا الجملة، لو هي ده سؤال هتقرا الجملة بالسنس تبقى فاهم وعايز يطلع إيه من الجدول. تمام. ولو قال لك اكتب الجدول، أنت لو مذاكرها معانا ومخلص، لو قال لك أنت اكتب الأمر معلش هتعرف تكتب الأمر عادي. ليه؟ بتيجي بالسنس كلها. الجملة اللي بنطلع بيها أي حاجة من الجدول واضحة وضوح الشمس، مفهوم أنت عايزين نعمل إيه. فتعال نشوف. بيقول لك أهو في الملف، يعني بص عشان بس هي طريقة الملف المرة ده غريبة. شوف هنا، عايزك تقول لي what is the output of the following SQL، ايه الناتج اللي هيطلع لنا من الامر تبع الستراكشر كويري لانجوج ال SQL ده. طبعا هو بيتكلم انك فتحت اللينك ده ورحت هناك وهتتعامل مع الجدول من الجدول اللي موجود في الجنب اللي اسمه كاستمر في موقع دبليو تي سكول. تمام. طيب، تعال نروح هناك. جدول كاستمرز اهو. انت طبعا في الاختبار هو هيقول لك اسم الجدول ايه، فانت ما تشغلش نفسك باسم الجدول. موضوع انك تعمل جدول وتملاه بيانات والحاجات دي مش في الماده دي، دي في ماده كيم 351. تمام كده، ماده داتابيز. هناك هتعمل جدول وتحذف جداول، وهتلاقي جداول بتتعمل بكذا طريقه. تمام. وبنخزن البيانات في طرق ثانيه كتير غير الجداول. فموضوع الجداول مش عليك، انت بس عليك تعرف اوامر بيزك او SQL. طيب، فاحنا هنتعامل مع جدول كاستمر. طب عايزين نظهر جدول كاستمر، عندي جدول اسمه جدول زبائن العملاء. تمام كده. وعايزين نظهره بكل اللي فيه، كل الأعمدة ورؤوس الأعمدة وكل البيانات المتخزنة تحت رؤوس الأعمدة. نعمل إيه؟ ببساطة الأمر هنا، شوف بقى عشان تعرف إن هي مكتوبة بطريقة إيه، الجمل الإنجليزية بسيطة إزاي. بتكتب أول حاجة إحنا عايزين نعمل إيه، عايزين نختارهم كلهم. شوف أنا قلت إيه، نختارهم، نختار. يبقى كده تكتب سيلكت اللي هي اختيار. تمام. يعني سيلكت. تمام كده. طيب انت هتختار ايه؟ انا بقول كلهم. كلهم دي بتتعمل ازاي؟ بالاسهم النجمه كده. تمام. يعني خلينا برضو اعمل لك زوم هنا.
فين الكنترول اهو، ركز معايا كده. تمام، تعمل النجمة وانزل سطر، ممكن تكتب جنبها بس انزل سطر، نظم كودك عشان ايه، انت لسه 351 هتكتب اكتر. الجدول اسمه كاستمر زي ما شفنا. تمام، الجدول راحت فين؟ الجدول انا عشان عملت زوم هتختفي، تعالى كده. الجدول زي ما شفنا اسمه ايه؟ كاستمر ده، وانا لو دوست عليه هيعرضه. اه هو كتب الامر. تمام، طيب المهم هتيجي انت تكتبها ازاي؟ هتكتب انت فروم. تمام، الكي وورد الثانيه فروم. انت كده ببساطه لحد دلوقتي بتقول له اختار كل حاجه في الجدول من، اختار كل حاجه من. شوف بقى انت ماشي بالعربي ازاي، بالانجليزي بالعربي والسنس هتبقى جايه معاك. الجدول اسمه ايه؟ كاستمر. واعمل كده رسم الجدول. تمام، انت بقى جالك سؤال جيستس كاستمر اي اسم هتحط الاسم هنا وخلاص. لو قال لك اظهره كله دوس ران اس كيو ال. هننزل هنا، ادي الجدول معانا، وتعالى نعمل زوم اوت. الجدول بقى فيه ايه؟ ده جدول عامله الويب سايت، زي ما بقول لك انت مالكش دعوه بطريقه عمل الجدول، طريقه عمل الجدول دي في ماده ثانيه 351. انت هنا بس اعرف لو انا الجدول ده فيه عباره عن 91 ريكورد، الريكورد دي اللي هي الاعمده. تمام كده، كل الداتا اللي فيها، البيانات قصدي، الريكورد دي اللي هي لحد تحت. انا لو نزلنا لحد تحت كده هنلاقي 91 ثواني. اخر الجدول ده كام؟ 91 شخص، عندك 91 زبون كاستمر. تمام، نيجي هنا كام عمود بقى عندك؟ عندك كاستمر اي دي، مدي للزباين تبعه ايه؟ اي دي. ثواني، ومديهم كاستمر نيم اسم الزبون، وكونتاكت نيم. تمام كده، والادرس والسيتي والبوستال كود الرمز البريدي والكانتري، دي الاعمده. طيب، وعندنا كام داتا بقى تحتها؟ عندنا 91 شخص. انا دلوقتي قلت عايز دول كلهم، عايز الاعمده دي كلها بكل الصفوف اللي فيها. دي قلنا نعملها ازاي؟ سيلكت ونجمه اختار كله فروم من، واسم الجدول اللي هو كاستمر يروح طبيعي للجدول. فدي خلاص كده خلصناها. الفكره بقى الجايه اللي هو ايه؟ طب افرض عايزين عمود واحد، طب افرض عايزين بيانات واحده جوه عمود واحد، بيانات صف واحد قيمه واحده. تمام، طب افرض عايزين الاكبر، طب الاصغر، طب عايزين نجمعها بقى. هي دي الاوامر اللي جايه، وكلها هتبقى بالسنس زي كده. فانت خلاص اهم حاجه هنا تفهمها هي طريقه قرايه الامر. يتقرا ازاي؟ اختار كل حاجه من كاستمر، عرض الجدول كله. تمام كده، تمام. تعال وريني هنا. تمام، نرجع كده. فدي خلاص قلنا الاوتبوت هيبقى الجدول كله. تاني سؤال بيقول لك ايه؟ تاني سؤال، آه، ثواني، اللي هو فصل. مم. تاني سؤال بيقول لك ايه الاوتبوت تبع الامر ده؟ الامر ده قال له سيلكت، وراح كتب اسم عمود في الجدول تبع الكاستمرز اللي احنا شغالين عليه في دبليو 3 سكول. الملف ده ما يتذاكرش غير مع الموقع اللي هو حاطه في اول الملف تبع دبليو 3 سكول، تضغط عليه هيفتح معاك. طيب، فنيجي فانت لما تيجي تشتغل على الملف ده ما تنساش تكون شغلت اللينك ده. ده لينك تضغط عليه بعجلة الماوس عشان يفتح في موقع جديد ويشتغل هناك، وهو عمال يتعامل مع جدول ايه هناك؟ كاستمر. لان احنا زي ما رحنا هناك لقينا ايه؟ هنا الموقع موفر لنا كذا جدول. تعالى هنا شغل الزوم ده، الموقع موفر لنا كذا جدول. بص، كاستمرز هو ده اللي الملف قاعد يتعامل معاه. وده كام ملف هنا؟ 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8. عندك 8 جداول موجودة في الموقع. اللي منهجنا الملف اللي انت شغال بيه شغال مع أول جدول فيهم اللي هو ده كاستمر. تمام، هتبقى فاهم دي بس. طيب، تعالى نكمل. فاحنا بنتكلم عن أمر هو هيعمل ايه؟ بيقول لك الاوتبوت تبع الأولى طلع الاوتبوت تبعها الجدول كله، اخترنا كل حاجة. طب ايه الاوتبوت تبع دي؟ قال له سيلكت، وراح اختار الكاستمر نيم، واختار سيتي،
فروم من كاستمر. هو كده عمل ايه؟ اختار اعمده معينه بعينها. تمام. كاستمر نيم وسيتي. تعال نشوف عندنا الاعمده دي. عندنا الاعمده دي ادي كاستمر نيم اهو، اللي فين سيتي اهو. يبقى انا مش عاوز الجدول كله زي ما عملنا فوق، النجمه جابت الجدول كله، اخترنا كل حاجه. انا بقى لو عايز اختار كاستمر نيم وسيتي، اكتب اسمائهم وبينهم فاصله بعد سيلكت اللي هي كلمه اختر. اختار لي كاستمر نيم فاصله وسيتي. تمام. فروم من واسم الجدول نفس الحاجه، بس كل اللي هيتشال النجمه. فتعالى كده نطلع فوق، هنيجي هنا ونشيل النجمه. بص، النجمه معناها كله. هو اسمه ايه؟ كاستمر نيم. هات اسم العمود زي ما هو، كان تفرق سمول كابيتال هنا، وتعالى اكتبه هنا واعمل فاصله، واكتب اسم العمود الثاني، عايز مثلا سيتي. تمام. يبقى كده ايه اللي هيظهر؟ الجدول هيختفي وهيظهر بس العمودين دول. ونيجي نحط هنا ايه؟ المدينه. يبقى انا كده عايز اشوف اسم العملاء عندي وهما من اي محافظه مثلا. تمام كده. عايز اعرف المحافظه اللي بيجي لنا منها مثلا زباين كتير. تمام كده. اوكي، تمام. تعالى هنا، هيك ادوس ايه؟ ران اس كيو ال. لو هنيجي نشوف الناتج اللي طلع، الناتج اللي طلع من الجدول راح، والسيتي جات، ده الاوتبوت اهو، والكاستمر نيم. تمام. وادي مثلا اول عميل اسمه ايه؟ الفريد. والفريد منين؟ من برلين. تمام. انطونيو مثلا من مكسيكو. تمام كده. وكل عميل والمحافظه تبعه قدامه. احنا كده ايه؟ اخترنا عمود بعينه مش الجدول كله. تقدر انت بقى تقعد تتدرب عادي يعني. نيجي هنا يعزف سيتي عمود واحد لوحده، واختار الأعمدة. قدام هنشوف ازاي ان احنا نختار قيمة جوه عمود. تمام. ران اس كيو ال. اديني كده الكاستمر نيم بس. طيب، فكده شفنا الاوتبوت تبع الكاستمر نيم والسيتي، عمود الاسماء كلها وعمود المدن كلها. ننزل تاني، بيقول لك ايه؟ عشان نحتاج كتابة أوي النهاردة. ثواني كده. التاني بيسألك what is the output of the following SQL select. كتب جملة الاختيار، وفي عمود اهو كانت. يعني كان عندنا كانت from customers من customers بأمانة اهي. تمام. واختار اهو. تمام كده. واسم الجدول اهو. تمام. ده اسم الجدول. ايه الكلمة الغريبة هنا اللي ظهرت جديدة؟ الكلمة هنا اللي عايز اعلمها لك distinct. تمام كده. طب ودي اللي بيحصل فيها تمنع التكرار. احنا مش هنختار كانتري، اكيد في كذا حد يكون مختار ايجيبت، فانا مش عايز اشوف ايجيبت 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 واحده كفايه. تمام. ما اشوفش مثلا 50 جيرماني، 50 امريكا، 50 يونايتد عرب اماراتس. عايز اظهر قيمه واحده بس وامنع التكرار، وتستخدم كلمه distinct. تمام. طيب، لحظه كده. فتعالى ان انت عايز تشوف الدول. ما دام عايز اشوف الدول بس، مش الزبائن والدول، لا الدول بس، فخلاص مفيش داعي ان تظهر الدوله الواحده اسمها 50 مره. فهنيجي نكتب هنا، هات لي بس الجدول في الاول عشان نشوف العمود. ادي اختار الجدول كله. ادي الجدول فين؟ عمود الكانتري، عمود الكانتري اهو. تمام. لو تلاحظ في مكسيكو وفي مكسيكو. تمام كده. عندنا ايه؟ عندنا اتنين المكسيك. طب لا، انا عايز تظهر مره واحده لان انا عايز اشوف بس الدول اللي بتتعامل مع المنصه تبعنا. مفيش داعي ان تكون الدوله مذكوره 50 مره قدامي. فاجي هنا اروح اجيب اسم عمود الدول اسمه ايه؟ كانتري بسي كابيتال. اجيب الاسم، احطه قدام سيلكت اختر، وادوس ران. ادي الدول. ظهر ايه؟ مكسيكو، مكسيكو. تمام. واكيد في تكرار تاني. فرانس، فرانس. خد بالك. ومكسيكو مره كمان اهو. فمش عايزين كده، احنا عايزينها تظهر بدون تكرار. تيجي قبل اسم العمود وتكتب ديستين. تمام كده. ران اس كيو ال. ركز بقى. الجدول الجدول بقى 21 لو تلاحظ. 21 صف هنا. فلو ما اجي بص كده هشيل لك ديستنكت تاني، هي اللي بتمنع التكرار. واجي ادوس ران اس كيو ال. الجدول كان كام؟ 91. من كده ما حذفش حاجه.
لكن ما اقول له امنع التكرار ان ما يبقاش في 50 مكسيكو و50 كندا وادوس رن. بعددهم كام؟ بعدد الصفوف 21 لان شال الكلمات اللي متكرره. فهنيجي هنا مفيش تكرار خلاص، ارجنتين واستراليا وبلجيم وبرازيل وكندا. وحتى تلاقيهم بص ترتبوا ازاي، بص المكسيك مره واحده، نرويج بولند سبين، تمام. مفيش دوله مذكوره تاني، يو اس اي. بس خلاص خلص الجدول. تمام. فهنا الكي وورد اللي هو عايز يعلمها لك ايه؟ distinct، اللي هي بتمنع التكرار. تمام. بعد كده هيعلمنا اللي هي ان عايزين نظهر حاجه معينه في الجدول. تمام. ايه هي؟ هيقول لي اختار. ماشي. كده الكابل جاي يبص زي ثواني. شوف، بيقول لي اختار سلكت الكل، النجمة اهي. اختار كل حاجة كده، الجدول كله. فروم من كاستمايز اسم الجدول. ايه اللي ضافه بقى؟ ضاف شرط. ده كده يبقى كونديشن. كلمة وير، هنا الكي وورد وير، وبتكتب بعدها اسم العمود. تمام. وبعدين علامة يساوي القيمة اللي انت عاوزها. فهو هنا قال له بص، هات لي الناس كلها من جدول الكاستمر، هات لي الزباين كلهم، بس بشرط الناس مين؟ أي ناس بالظبط؟ الناس اللي الدولة عندها المكسيك. يبقى هو عايز كل الناس اللي من المكسيك. تمام كده؟ طيب، يبقى هنا الفكرة إيه؟ كلمة وير. فتعالى نروح هنا، رجعنا للجدول العادي تبعنا، شيل ديستنكت وشيل، خلي دي نجمة هو عادي. نظهر كده. انا هنا عندي الناس اللي من جيرماني، عندي الناس اللي من بريطانيا يو كي، اللي من السويد، تمام كده، فرنسا واسبانيا. لا انا عايز الناس اللي من المكسيك بس، من دولة معينة. فهتروح جاي هنا على الجدول بعد فروم كاستمرز هنا، تمام كده، وتيجي تكتب انزل سطر. كل ما يكون في كي وورد جديد انزل سطر. الكي وورد هم اللي باللون الازرق دول، دي كده كي وورد تبع اللغه. تمام. كل ما يكون عندك واحده جديده خليها على السطر اللي بعده. وير هنحكم بايه؟ انا عايز مين بالظبط؟ وير ان الدوله العمود تبعها اسمه ايه؟ كانتري. تمام. يبقى وير كانتري. ممكن اجي اقول لك هات لي العنوان تبعهم كذا، هات لي المدينه تبعهم السيتي كذا. تمام. حسب السيناريو في السؤال. ايكوال، واكتب لي الكلمه بين دبل كوتيشن مارك النص، فين هي؟ مكسيكو. ادي مكسيكو. نيجي هنا كانتري ايكوال مكسيكو. تمام كده، ويقفل. دوس بقى رن. ركز، الجدول المرة دي كام؟ 91 اهو. ده كده عدد الصفوف هنا في الجدول الريكورد. تمام. شوف بعد ما خلينا الدولة بس المكسيك هينزل لكام. كده هتعرف عندك كام حد من المكسيك. على كده ندوس رن. عندنا 5 من المكسيك. تمام. انطونيو، سنترو، برسيلت وتورتاجا، انا معرفش ايه ده، وانا. تمام. 5 بس ايه من المكسيك. تمام كده. تمام. عايزينها مثلا يو كي. يو كي كانت مكتوبة كده. تيجي تطلع دولة يو كي، بريطانيا. عندنا 7 من بريطانيا. تمام. طيب، فكده عرفنا الشرط بقى ايه لما عاوز قيم معينة، ناس معينة من الجدول اطلعها ازاي باستخدام كلمة وير. تمام. الصوت شغال بس اهم حاجة. كويس. تعال نكمل. كده عرفنا رقم 4. تعال. طب ما بس وريني كده كام رقم. 46. في examples بعد ما نخلص حاجة نشوفهم عادي. طيب، وير خلصت رقم 4. تعال على رقم 5. تمام. وير قبل شوية كتبنا لما ساوت ايه؟ ان هات لي الناس اللي البلد عندهم يو كي، وهي بيتكتب بعدها شرط زي ما قلنا. يعني اللي بعد وير ده كده كانتري، الشرط ان الدولة تكون يو كي. طب ما احنا بنقول شروط اهو. فاكر الجمل الشرطية في اللغات اللي علمتها لك الثانية، اللي هي عامل المقارنة الأكبر من والأصغر من؟
عندنا نفس الحاجة هنا، ممكن نقول له هات لي الناس اللي رواتبهم، أو هات لي الناس اللي صرفت في الموقع عندنا أكتر من 5000 جنيه. تيجي تكتبها بعد الشرط مثلا بيمنت أكبر من 5000، تجيب لي الناس اللي صرفت في الموقع الويب سايت تبعنا إيه أكتر من 5000 جنيه. تمام. فالعوامل المقارنات برضو الكونديشنال اوبريتور اللي هي اللي بتعمل بيها المقارنات هي نفس الحاجة عندنا، الايكوال ايكوال والنوت ايكوال، والأكبر من والأصغر من والأكبر من يساوي والأصغر من يساوي. تمام كده. عامل المقارنة نفسها، وبعد وير بتتكتب وحسب السيناريو اللي معطى في السؤال وعايز مين. تمام. هي هتيجي قدام الحتة تبع المقارنة، بس هنا سأل على ايه؟ هنا بقى يتكلم على موضوع هات لي الشخص ده بس، الاي دي ده بس، الفلان ده بس. تمام. او سجل قطعة البيانات دي بس من الجدول. فدي هنعملها ازاي؟ بص معايا، هو بيقول له ايه؟ بيقول له اختار الكل من الجدول، والشرط ايه بقى؟ مش اي حد وخلاص، كاستمر اي دي. الكل دي يعني كل الاعمده، طبعا مش ما تاخدش نفس. دي الاعمده، رؤوس الاعمده، مش كان مكتوب فوق كانتري واي دي ونيم وسيتي وادرس؟ دول كلهم بيتمثلوا بالنجمه. فانت هات لي كل الاعمده دي. طيب، بس مش كل الصفوف. امال اي صف بالظبط؟ عايزين اللي الكاستمر اي دي تبع واحد، هات لي الاي دي تبع اول زبون، هات لي الزبون بس ده، بس الصف تبعه بالكامل بالاعمده بتاعته كله. تمام. تعال نشوف هنا كده. يبقى احنا عندنا الكاستمر اي دي اهو. هو عايز ايه؟ عايز نجيب كل الاعمده دي الكاستمر اي دي اللي تبع الرقم تبعه 1. فتعال نشوف. يعني مش الصفوف كلها، يعني كده الريكورد هنا المفروض يبقى 1. فنيجي كاستمرز وير، احنا خلاص هنختار كله. احنا لحد هنا كده بدون اي حاجه، ده الجدول بالكامل. احنا عايزين مين؟ وهم واحد يستاهل الريكورد. مين الاي دي تبعه 1؟ هو ده. عايزين الصف ده بس. تمام كده. هنيجي هنا نكتب ايه؟ from customers، زي ما احنا اختار الكل من customers، كل الأعمدة من customers. where ايه الشرط؟ كابيتال سمول كيورد هتشتغل عادي. where اسمها كاستمر اي دي، خدها زي ما هي، السي كابيتال واي دي كابيتال. نيجي هنا ايكوال ده نمبر، مش لازم دبل كوتيشن، 1. تمام. ما تنساش السيمي كولون في الاخر، وران سكيو. الريكورد كام؟ صف واحد. ودي كده بيانات العميل اللي الاي دي تبعه 1. فانت مثلا في الجامعه هو عايز يجيب بياناتك، بيدخل زي كده بيكتب الاي دي تبعك ويكتب الامر ده وير ستودنت اي دي، ويكتب الاي دي تبعك، يظهر له كل حاجه عنك، اسمك، عنوانك، رمزك البريدي، الايميل اللي انت حاطه. تمام كده. دافع ولا مش دافع؟ زي ما انت شايفه. دي كده كاستمر اي دي، كاستمر نيم، كونتاكت نيم، ادرس، سيتي، بوستال كود، كانتري. اللي اظهر الاعمده دي كلها مين؟ النجمه. النجمه هي معناها هات لي الاعمده دي كلها. تمام. من الجدول ايه؟ من جدول كاستمر. تمام. اللي هو الجدول ده هو معمول في الموقع جاهز. طب هو اظهر خلاص كله؟ لا، ما تظهرش كله، احنا عايزين الراجل اللي الاي دي تبعه 1. هات بس ده، هات له الصف ده بس. فجبناه خلاص وظهرت بياناته كلها. تمام. طيب هنكمل. آه المقارنة بقى اهي. المقارنة اهي، هي مقارنة غبية هنا طبعا. تمام. لأن أنا بنقارن، هات لي الناس، بس تمشي برضه. أنا هات لي الناس اللي الاي دي تبعها فوق 80. تمام كده. هو عايز يقول له كده يعني. لو خدنا الأمر على طول ونيجي هنا، بص معايا، أنا هحذف الشرط المكتوب ده وأدوس رن. ده كده الجدول بتاعنا كله. في كام صف؟ في 91. تمام زي ما قلنا. فهو بيقول لي، بقول لك إيه؟ هات لي من عند 80. انا كنت عايز اخليها مثلا لو سالري راتب، وهات لي الناس اللي راتبها اكبر مني، بس برضه تمشي. تمام. يعني هات لنا الناس اللي بقوا معانا من بعد 80 كده، اكبر من 80 كمان، فمن اول هنا لتحت، فيجيب له اللي هم اخر 10 اخر 9. تمام. طيب هنيجي from customers where، شوف بقى المقارنه. where
هو العمود اسمه كاستمر اي دي، هتلاقي اسمه كده كاستمر اي دي اكبر من، قلنا كام؟ 80. تمام. طب عايز اكبر منها ويساوي، يبقى من عند 80 وطالع تحط كده يساوي. تمام. طيب اكبر من 80 ونقول run square، معلش يساوي هنا كده مش دبل ايكوال. تمام كده. طيب افتكرت لما قلناها في معاملات المقارنة، هيجي هنا اكبر من 80 اظهر كام؟ 11 صف من اول 81 لحد 91. تمام. فجاب لي ايه الناس اللي تحت الجدول من بعد ال 80. تمام. المقارنة، عوامل المقارنة اللي ايه الاوبريتور عادي. تمام. نكمل. what is the output of this file. هنا بقى بص، في حتة كده قال له اختار كل الأعمال من جدول كاستمرز، مفيش مشاكل بشرط. شرط ايه؟ city لايك ايه ده بقى؟ كتب حرف الاس وحطب بعديه علامة المية. دي معناها ايه؟ لما اكتب حرف تمام كده واعمل بعديه علامة المية بالشكل ده، او علامة المية في الاول كده وبعدين الحرف، او الحرف كده وعلامة المية هنا وعلامة المية هنا. عندنا 3 سيناريوهات. تمام. ومع شرط بس شوف عمليات المقارنة اللي كتبناها دي في بس غلطتين عندي. يساوي في اللغة دي يساوي، هي دي عادي. تمام. يساوي هنا بتتكتب كده مفيش مشاكل، لا يساوي بتتكتب كده. تمام. طيب نكمل. 3 سيناريوهات بس تبع علامة المية دول. تمام. بالظبط. عارف لما أعمل لما أعمل شرط وير، استخدم كلمة لايك بعد وير، تكتب لايك وبعدين اكتب ايه؟ تكتب وير واسم العمود اللي انت عايزه وتقول له لايك. تمام. هنا كده في اسم العمود وقبلها كلمة وير، تكتب لايك وبعدين تكتب حرف، وده شطب شحن. تمام. بعدها تكتب حرف وعلامة الدولار، علامة البرسنتج او علامة البرسنتج في الاول وبعدين الحرف. ده حرف على فكرة، هو عايز حرف. تمام. يعني ايه اس اكس اي بي سي عادي. تمام. او تعمل علامة البرسنتج والحرف كده في النص مرتين. تمام. دي معناها ايه ودي معناها ايه ودي معناها ايه؟ دي انت عاوز الكلمة اللي اولها حرف اس. تمام كده. فمثلا عندنا دولة سويدن في الجدول. تمام. فيجيب لي مين؟ سويدن لان اولها حرف اس. دي عايز دولة اخرها اس. تمام كده. مفيش في بالي حاجة دلوقتي، هو عايز جدول يعني حاجة اخرها اس. تمام. فدي تبقى كلمة وفي الاخر فيها حرف اس، يبقى هنا ايه الفرق؟ دي بتبدأ باس، دي تنتهي باس. تمام. امال الاخيره دي ايه؟ الاخيره دي الكلمه هي قدامنا بالكامل وفي اي موضع فيها في حرف اس. تمام كده. يعني مكتوب هنا حروف ومكتوب هنا حروف وفي اس في النص في اي مكان فيها. تمام كده. بس فهي دي ايه المغزى تبعها، مش هيظهر لك فايدتها دلوقتي لكن ليها سيناريوهات بيستخدموها فيها. تمام. فهنيجي هنا انا مثلا هات لي الجدول كله من غير شروط دلوقتي. تمام. هو احنا هنركز على الدول صح كده ورستيتي على المدن. على المدن. تمام. فمثلا هات لي بلد بتبدأ أهو ستراسبورغ. تمام. بادئة باسم، فيها اسم. مارسيليا هي فيها اسم، وسواسن فيها أكثر من اسم فدي هتشتغل معاها اللي في أولها وفي آخرها. وبوينس أيريس تمام كده آخرها حرف اس، يبقى اللي آخرها حرف اس دي هتظهر، فيها حرف اس دي هتظهر، أولها حرف اس دي اللي هتظهر. تمام. فتعالى كده نشغل. يبقى نيجي نقول هنا وير city لايك دي كي وورد
عايزين الأولى حرف اس. تمام. وعلى فكرة ممكن تربط هنا الشروط. عايز تربط الشروط، فاكر في الجمل الشرطية اللي في الستيتمنت في اللغات الثانية كنا بنكتب ايه؟ أند. فاحنا ممكن نقول أند دولار ساين اس، برسنتج اس، معلش، أند برسنتج اس، برسنتج. وكده هتقوم كلهم، الأولها اس، اللي آخرها اس، واللي فيها اس. تمام. قلت هنا رن أند. يبقى في غلط دلوقتي في موضوع الأند ده، أو حتى بالطريقة اللي أنا هعملها نطلبهم الثلاثة. تعالى نشتغلها واحدة واحدة. تمام. اس برسنتج هو ما فهمتش الغلط ده، ما فهمتش ده الغلط. بص، لازم علامة التنصيص. تمام. دبل كوتيشن. تمام كده، لازم الدبل كوتيشن. ران اس كيو ال، أظهرهم أهو كام حد؟ 12. أظهر ستراسبورج زي ما قلنا أولها اس، أو باولا أولها اس. سيفيليا، سان فرانسيسكو، البرزبورج. تمام، بس دول كلهم أولهم اس، مفيش حاجة تاني. دول كله كده ما اشتغلتش، موضوع التربيط ما اشتغلش يعني. جاب اللي أولهم اس بس، يبقى بلاش الفكرة دي من أساس. احنا كده أظهرنا اللي أولهم اس. تعالى بقى نجيب اللي آخرها اس. تمام. هذا اللي آخرها اس، أنتولاس، أنتنس. تمام كده. كراكس، آخرها حرف الاس، حرف الاس في الآخر. تمام. كل المدن اللي فيها حرف الاس في الآخر. طيب، تعالى بقى نجيب اللي هي فيها اس عموما، الأول في الآخر في نص الكلام. تمام كده، شغل سيليا، هي الاس في النص اهي. تمام، لسه هي في النص. ترانسبورج لسه اهي. تمام كده، هي دي الفكرة. خلاص تبقى فاهمها. يبقى أو الكتب ازاي جملة الاختيار عادي كله، بس لما نيجي هنا نقول سيتي، اسم العمود اللي هو عايزه لايك، استخدم لايك وعلامة في المية مع الحرف اللي انت عايزه، ويبدأ ينتهي يكون خلاه ايه مكتوب جواه. طيب، ننزل. What is the output of the following SQL؟ select الكل، كل الأعمدة من جدول كاستمر. ماشي. وير شرط سيتي، المدينة. ان تكون بس في وورد ثانية بقى، ان مالها المدينة يكون ايه؟ تكون في يا إما باريس أو لندن. يبقى هات لي كل الأعمدة الخاصة بكل العملاء من جدول العملاء اللي المدن عندهم تكون في باريس ولندن. شفت بتنت بالترجمة بالعربي بس بقية الجملة تفهمها ازاي؟ نفس الكلام لو جه كتب لك بصيغة السؤال، لو قال لك عاوزك تجيب لي كل العملاء الموجودين في باريس ولندن، يبقى سيلكت كل الأعمدة، لأنه ما حددش أعمدة. طب حدد أعمدة عادي، افرض مثلا قال لي هات لي كاستمر اي دي وكاستمر نيم، يبقى سيلكت كاستمر اي دي كاستمر نيم فروم كاستمر. عايز ايه؟ سيتي باريس ولندن، يبقى وير سيتي ان، افتح القوس واكتب باريس دبل كوتيشن، لندن في دبل كوتيشن. خلصنا. تمام. هتيجي هنا وير سيتي، الكي وورد المرة دي مكان لايك ان، تكتب على طول باريس ولندن، صح كده؟ بالظبط. تمام. هنيجي دبل كوتيشن باريس، خلي البي كابيتال. تمام، انا كاتبها في الجدول كابيتال، واعمل فاصلة للقيمة الثانية دبل كوتيشن واكتب لندن. تمام. ندوس رن. عدد الصفوف 8، الناس اللي من باريس ولندن. تمام. لو جيت اصغر الزوم كده، شوف معايا، ادي الجدول تبعنا كله عددهم 8 اهو. ده لندن وده لندن، لندن 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 باريس، لندن باريس. عندنا 2 من باريس والباقي ايه؟ من لندن. 6 يعتبر من لندن واثنين من باريس. تمام كده. طيب، دي زي ما بقول لك اللغة دي لو مش موجودة، ولا كان الكمبيوتر ده والمواقع الويب سايت الحاجات دي كلها كانت هتفهم حاجة وبتحفظ حاجة. تمام كده، فأنت ما تخش تستغرب الأوامر دي.
الأوامر دي حتى بقت قديمة، بيتكتب حاجات تانية دلوقتي. تمام. في لغات تانية أجدد وطريقة تخزين تانية رهيبة، واللغات زيها برضو جاية يعتبر منها للتعامل مع البيج داتا في الكلام ده. اي بي سي في المجال. طيب نكمل. What is the output of the following SQL؟ هنا حتة يكون في شرطين بس، شوف جايبها ازاي. قال له اختار كل الأعمدة من جدول المنتجات. جدول المنتجات موجود في الموقع، تمام. هو بيتعامل خلاص انك مشغل الموقع ده W3 سكول وقاعد تتدرب عليه. عندنا جدول اسمه برودكتس، بس عايز ايه؟ قال له عاوزك الشرط هات لي كل الأعمدة من جدول المنتجات بشرط. شرط يكون ايه؟ ان السعر برايس يكون بين وبين. خد بالك بقى، بين وبين يعني بتوين. الكلام بالعربي بالانجليزي مترجم بكلمة سهلة واضحة في اللغة، ان السعر يكون بين 50 عند 60. يبقى هات لنا كل المنتجات من جدول المنتجات اللي اسعارها بتتراوح بين 50 و 60. شفت الجملة بالعربي بالانجليزي كتب ازاي بسطر واضح، هو يجيب لك الحاجة دي من الجدول. فتعالى ننفذها على طول. نروح للموقع تبعنا. فين يا عم الجدول اللي اسمه برودكت؟ هنا. ادي الجدول اللي اسمه برودكت اهو. عندنا جدول اسمه برودكت وفيه 77 صف، تمام كده. تعالى نستخدمه. هنيجي هنا، خلينا نكتب الامر من الاول، واكتب بايدك عشان هي تتدرب في الليل. عايزين كل الاعمده، كل الاعمده. هنكتب كي وورد جديده فروم، انزل. هنكتب اسم الجدول برودكت وهو الحرف بي كابيتال من الجنب اهو، برودكت. تمام. هنكتب كي وورد جديده، ايوه، اللي هي وير. تمام. عايزين ايه؟ قال لك عايزين البرايس، السعر. والبرايس كانت البي كابيتال اتذكر، تمام. بتوين بيكون بين وبين، تمام. خد بالك كي وورد باللون الازرق. طيب بتوين كم وكم؟ قال كان بيقول 50 و60، يبقى 50 اند كي وورد 60. تمام. وسيم الكل. تعالى ندوس رن. جاب لي 2. عندنا اهو كل الاعمده عشان احنا كاتبين نجمه بعد سلكت. والجدول جدول البرود، تمام. هو فين اهو؟ احنا كاتبين بعد فروم برود، فده الجدول تبع البرود. وجبنا كل الاعمده بعلامه النجمه والجدول برود. وجبنا ايه؟ جبنا وير البرايس، السعر. فين السعر؟ البرايس اهو. ماله السعر؟ يكون بين 50 و60. تعال جاب لي منتجات بين 50 و60. سعر المنتج ده 53 جنيه، تمام. هو نوع من الفاكهه، وسعر المنتج ده 55 جنيه، تمام كده. هو ما اعرفش ايه هو، بس منتج اهو، تمام كده. عندك ايه؟ المنتجات، 2 منتجات ما بين 50. شفت الطريقة؟ بيقعدوا يكتبوا كلمات زي كده يستدعي لهم كل حاجة هم عايزينها من الجدول، وعاملين كأنهم بيتكلموا طفل يعني، أو صح زي لغة طفولية للكلام مع قاعدة البيانات، تمام، الداتابيس. طيب بعد كده هيكلمك في نقطة الترتيب. هنا داخل على إنك ترتب، تمام. اوردر باي، اوردر باي. عشان بس بركز، لو هم كلهم اوردر باي يبقى احنا هنختصر. دي فيها فكرة، وهنا مفيش أفكار، وهنا دي فيها فكرة، والباقي مفيش أفكار. تعالى بقى نشوف. لو عايزين نرتب، يعني تعالى نعرض جدول المنتجات كله. ادي جدول المنتجات كله. كم صف؟ 77 صف اهو زي ما بيقول هنا، تمام. طيب 77 صف مش مرتبين. بمعنى ايه؟ لو عايز ارتبهم حسب السعر، تمام كده. يعني لو عايز ارتبهم حسب الحرف الابجدي، اسم المنتج. المنتجات بدأ بحرف الايه، بدأ بحرف البي، بحرف ال. مفيش ترتيب، فاحنا عايزين نرتب. كلمة الترتيب بتتعمل ازاي؟ عن طريق كلمة اوردر باي، تمام. مش انت بتيجي في مواقع تقول يقول لك فلتر النتائج اللي طالعه لك للبحث عن المنتج من السعر الاقل للاعلى، ومن الاعلى للاقل. ادي بتتعمل بحاجات زي كده. فاوردر باي هي الكي وورد اللي بتتكتب عشان تقول له رتب حسب مين؟ حسب اي عمود. فانا عايز ارتب حسب العمود برايس، تمام كده. رتب لي يا عم
المنتجات حسب السعر من أصغر لأكبر ومن أكبر لأصغر. تمام. طيب فنيجي هنا ننزل واكتب اوردر باي. اوردر باي. تمام. اوردر باي وبرايس بالبي كذا. هندوس رن. ركز دلوقتي ان الترتيب 18 19 10، واخد بالك مفيش ترتيب. رن. بدأنا ترتيب ورتب. هو رتب ازاي؟ رتب من 2.5 4.5 6 7. يبقى اشتغل من صغير لكبير بالديفولت، لان في كلمه اقدر اخليه يرتب من كبير لصغير، والديفولت انه من صغير لكبير، بس برضو في كلمه تخلينا ارتب من صغير لكبير برضو اللي هي زي الديفولت. طيب الكلمتين دول هيكون اسمائهم ايه؟ هو كده ده ترتيب تصاعدي. تمام. لو انت عاوز عندك اهو descendant تنازلي. تمام. او مش جايب الثانيه. الثانيه مش موجوده. الثانيه descendant ودي descendant تصاعدي وتنازلي. فانت تعالى شوف descendant دي هيشتغل معاك بالعكس. تيجي هنا باي برايس رتب السعر بيه، وتيجي تكتب ايه؟ ديسك. تمام. دي اي اس تي اللي هي اختصار ديسكندنت اللي هي تنازل. بص اللي هيحصل من اكبر سعر لاصغر سعر. لو حذفناها وكتبنا اسك اللي هي ديسكندنت اي اس تي من اصغر سعر لاكبر سعر وبس. اسك ممكن نحذفها ليه؟ لان هو اصلا من غيرها هو شغال كده من صغير لكبير. تمام كده. هي دي الفرق. فتعالى برضه اعمل لك زوم لو انت مش مركز معايا. زي ما بقول لك اهو بعد السعر احنا هنرتب حسب عمود السعر. لو كتبت اسك ما تفرقش ليه؟ هو من غيرها بيرتب من صغير لكبير. طب عايز العكس بكتب ديسك اللي هي اختصار الستاندرد. تمام كده. تنازلي يعني من كبير لصغير. تمام. ديسك. رن. اعلى منتج عندنا ب 263.5 جنيه، وتفضل تنزل 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 لحد ايه؟ اصغر قيمه تحت اللي هو ب 2.5 اللي كان معانا ده. فين اه. تمام كده. تمام. طيب بعدين في اي حاجه تانية؟ مفيش. ممكن ارتب حسب عمودي. هي دي بس الفكره. تمام. ممكن ارتب حسب الاسم. الاسم هيرتب حسب ايه؟ حسب الحروف. جدول الاصلي الحرف عندك. بص الحروف هي فين القلم؟ حسب جدول الحروف. الحروف ليها قيم. تمام كده. ايه كابيتال بتساوي 65 وايه سمول بتساوي 97. يبقى البي سمول كام؟ 98. يبقى البي كابيتال كام؟ 66. الحروف ليها قيم في جدول الاصلي اللي بيخليك تكتب الحروف على الاجهزه. فانت لما تيجي تقول له رتب حسب جدول مكتوب فيها اسماء سترينج كلمات، هيشوف اول كلمه ويرتب حسابها بقى ايه باستخدام المقارنات دي بتاعت الاصلي اللي هي قيم الحروف. تمام كده. فانا لو جينا هنا وقلنا له رتبهم يا عم مش حسب السعر حسب الاسم، هيرتب ترتيبها بجدي. فين عمود الاسماء هنا؟ عمود الاسماء اسمه برودكت نيم اهو. تمام. ولو ركزت هتلاقي اول حرف بادئ بسي، بعدين اول حرف تاني حرف تي، فما فيش ترتيب حروف. فتعالى كده نقول له اوردر باي النيم. شوف بقى ترتيب الحروف اللي هيعمله. اوردر باي برودكت نيم. رن. بص معايا بدأ بحرف الاي كابيتال اللي هو قيمته 65 في جدول الاصلي، وبعدها حرف بي، وبعدها حرف سي. مشي بترتيب اي بي سي دي اي اف جي. تمام كده. ده حرف الاي بعد السي، مفيش حرف دي اي عندنا جي. تمام. خدت بالك بس. طيب بعدين في فكرة تانية ممكن ترتب بعمودين. اعمل بس بينهم فواصل. انا المفروض انا عايز ارتب يعني. ده بيقول لك ايه؟ تعالى رتب لي. هات الامر زي ما هو كده. انا شغله. رتب لي يا عم جدول الكاستمر. هو عايز تكتب تحت جنب بعض، بس هو يفضل الاوامر دي ان احنا نكتبها تحت بعض اكتر. تمام. رتب الجدول بتاع كاستمر حسب الدولة كانتري. يعني كده هيرتب الدولة ترتيب ابجدي، والكاستمر نيم والاسماء ترتيب ابجدي برضه. رن. هنيجي نشوف الكانتري بدأ بالدول اللي فيها حروف الاي وبعدين بي. تمام كده. هو بلجيوم. تمام كده. سي دي اي اف. تمام بالترتيب الابجدية.
والنيم فين؟ النيم بقى اجتهد، هو جاب الاسماء، احنا رتبنا حسب الايه؟ الكاستمر نيم، مش الكونتاكت نيم اهو. في مفيش الحروف اللي بتليها في الابجديه في وسط اخر حرف ليها، تمام. الاو بعدين الار، تمام كده. والاي ordered by country وكاستمر نيم. انا حاسس كاستمر نيم كانه ما عملش حاجه. تمام. اف جي اتش، لا هو بيجتهد، هو بيحاول. ليه؟ لان الدنيا عكس هنا، الاسماء كذا حرف وبترتيب غلط. تمام. تعال كده خلصنا اوردر باي الترتيب كله. او بص بقى الحركه دي، بقول له رتب لي الدول اصل هنا تصاعدي، ورتب لي الاسماء بتاعه الزباين تنازلي. ولا هنا مثلا بيجي بعد كانتري، بيقول لي كانتري اصل اللي هي السن، وبيقول لي كاستمر نيم، لا انت ترتب اسم. تمام تنازلي. هنيجي ندوس ران. الكانتري تصاعدي، اول حاجه تعمل ايه؟ اللي هي اصغر واحده في الجدول. ليه؟ لان عدد قيمتها 65. البي 66، تمام، اللي هي حروف الاصل زي ما بنقول. مش احنا بنقول الايه قيمتها 65، البي قيمتها 66، فالبي اكبر من الايه، يبقى الايه يتكتب اول واحده. ليه؟ ان احنا رتبنا الكانتري حسب ايه؟ حسب اصل تصاعدي اللي هو من كبير، تمام، لصغير. طيب والكاستمر نيم رتبناه تنازلي من صغير، من كبير لصغير. لو انا حطيت دي هي بص، اصل صغير لكبير، descendant كبير لصغير، تمام كده. طيب فنيجي هنا كاستمر نيم اللي برتبه، فنيجي كاستمر نيم حرف الار رتب هو، لان اصغر حرف عندنا، اكبر حرف عندنا قيمه الار، معناه ان مفيش حروف بعده، الاس تي وبي مش موجود، تمام. كل ما بتنزل في جدول الحروف كل ما القيم بتكبر. المهم انك بس تعرف البدايه، يعني الاي كابيتال ب 65 والاي سمول ب 97، وهتفهم لعبه جدول الاصل على طول. تمام. فخلاص ده ترتب الكانتري، يترتب بايه؟ يترتب بالاصل اللي هي تصاعدي، اللي هي من صغير لكبير. فالايه 65، فهي فعلا اصغر قيمه، هي اللي تبدا الاول، وننزل لاكبر حرف في الاسكي اللي هو اخر حرف مثلا فيها. وهنا لا، اشتغلنا بالديسندنت، هنبدا باكبر حرف في الاسكي معانا اللي هو في اخر الجدول لحد اول حرف اللي هو ايه؟ اصغر حرف. تمام كده. طيب فدي برضه فكره خلصناها. هنكمل بار التسجيل بس عشان الواحد ما يبقاش بيتكلم نفسه. تمام. إيه، دي خلصت. انكاستم، تمام. بيزود في الشروط، فانا خلاص علمت لك بص، وير والحاجات اللي علمتها لك فوق، وتحط اند، وتستخدم مثلا يقول لك عايز عمود كذا تكون القيمه اللي فيه اكبر من كذا، وعايز عمود كذا كلمه تكون الكلمات اللي فيه اللي بادئه بحرف كذا اللي هي لايك والحرف. تمام. فاحنا دي خلاص شفناها. يعني بص هنا بيقول لك انا عايز كل الاعمده من جدول كاستم، والكانتري بتساوي سبين، خلاص دي فهمناها. هات الدول، هات الناس اللي من اسبانيا. اند وايه كمان؟ كاستمر نيم لايك، تمام. ادي كي وورد لايك، ماله لايك ايه؟ طيب جي علامه في المية، الكاستمر نيم يكون بيبدا بحرف الجي، هات للناس اللي اسمها بدا بحرف الجي من دوله اسبانيا. الكلام ده مش محتاج نعمله، خلاص ده انه تدريب للي فوق. فبس ايه؟ اند ومربط الشروط. تمام. تعال نكمل. برضه تقريبا مربط الشروط، بمعنى قال له اختار لي كل الأعمدة من جدول الزباين لما الدولة تكون ألمانيا، هات لي كل الناس من ألمانيا، كل الأعمدة الخاصة بناس في ألمانيا، والسيتي تكون برلين، أنا مش أي حد في ألمانيا، لا يكونوا من العاصمة. تمام كده. برلين أند، تمام. بص هنا أند أهي، عمال يربط الشروط زي ما وريتك. أند دي ممكن نقعد نربط الشروط عادي، وعندنا أور برضه، وشغالين بنفس الطريقة. ثرو، ثرو تشغل أند، إنما أور ثرو واحدة تكفي. طيب نيجي هنا بوستال كود. طيب بوستال كود يكون أكبر من 1080. أنا هات لي الناس اللي من ألمانيا، اللي من برلين، واللي الرمز البريد عندهم أكبر من 12.
تدريب ليك، ده كله عادة على اللي فوق بس عمال يربط بينه وبين. تعال نكمل. نفس الكلام برضو. هات لنا كله من كاستمر، كل الأعمال، الناس اللي من اسبانيا. اند شرط جديد حطه كله جوه قوس. عايز اشرح لك الاور. الاور زي ما كنا بنقولها في اللغات التانية، وير ايه؟ ان الكاستمر نيم، اسم العميل، يبدأ بحرف الجي. جي وفي المية، خلاص قلنا الحرف يبدأ علامة في المية وبعدين الجي، الحرف ينتهي. علامة في المية وجواها جي وبعدين علامة في المية يكون جواها حرف الجي. تمام؟ طيب، والكاستمر نيم لايك ار برسنتج بقى، والكاستمر نيم يبدأ بار، يبقى هات لي الناس اللي من اسبانيا اللي اسمها تبدأ بجي أو تبدأ بار، ده أو ده. تمام كده؟ طيب، هو بس عشان الشرط ده شرط كامل على بعضه حطه بعد اند جوه القوس، فبيعرف انك ممكن تعمل بعد اند شرط كامل جوه الاقواس. تمام كده؟ والاقواس ينفع تكتبها بعد وير عادي في اي حاجه، ما تعملش مشاكل. فده برضه يعتبر تدريب على اللي فوق، مفيش جديد. تمام، برضه مفيش جديد. اند لايك اند اور في نفس الجمله. اند الناس اللي من اسبانيا، والكاستمر نيم لايك يبدا بحرف ايه؟ يبدا بحرف الجي. اور، وعندنا واحده اور بعد اند، او ان الكاستمر نيم يكون بيبدا بحرف الار. تمام، تعالى كده ننسخها زي ما هي. اصل ده تدريب للي فوق خلاص بقى، الحاجه اللي متكرره هعيدها انت. اصل احنا مش هنمشي نعمل كل الامثله دي، احنا خلاص شرحنا الفكره الاساسيه فوق، وهو عمال يزيد ويعيد في سيناريوهات. انت بقى بقعد تتدرب على السيناريوهات. رن. زي ما بقول لك احنا ما بنحبش الكود كده ليه؟ عشان لما بتكتبه كده تحت بعض كل شيء بيوضح. وير. تمام، كانتري اسبانيا. اند لايك قد كده اور لايك. بس شوف الكود كده بيكون واضح ازاي. هو ده طريقه كتابه. لما تروح لماده 351 هتلاقينا بنشتغل كده. تمام، تنظم الدنيا كده. اختار الكل من جدول كاستمر، بلدهم تكون اسبانيا. انت، ده شرط كمان بعد الوير، اسمائهم تبدا بحرف الجي. اور، او اقول لك خلي اسمائهم مثلا، هات لي كمان الناس اللي اسمها هتبدا بحرف الار، كاننا قاعدين ندردش انا والكمبيوتر. تمام، فنيجي هنا ندوس رن. تمام، هو اشتغل. الناس هوقف الجي اهو. كاستمر نيم اهي، ده جاليريا جودوس ار. خد بالك جيب لي اللي اسمهم بدأ بجي. في حاجة تانية، حكم بحاجة تانية. الدولة اسبانيا، سبين. سبين. تمام، بس ما دام قلنا اور، اور زي ما قلت لك هي متساهلة وبتقبل ان يكون في ترو واحدة، احنا حاكمين ان البلد تكون سبين. تمام كده، بس في اور، فاور تجيب الناس اللي مش من سبين برضه. تمام كده. طيب. تعال نكمل. مفيش فكرة تانية، تربيطات بور واند، كل ده اند وور وشروط كاملة جوه الأقواس. خلاص انت كل ده اتدرب عليه. ونوت كانتري، يا سلام. الاستثناء بقى، هديك كده من أول هنا حاجة جديدة. هات لي الكل ما عدا. تمام، يعني كلمة ما عدا، هات لي كل دول ما عدا دول. تمام، ما، هات كده القلم. ما عدا. ما عدا دي بتكتبها ازاي؟ not. يبقى where not. where not باستثناء دول وبعد دول بشرط مش عايزين دول. هات لي كل الطلاب ما اعرفش ايه ما عدا المتخرجين. احنا عايزين الطلبه اللي الموجودين دلوقتي اللي مسجلين معانا، اللي هو الحاله بتاعتهم مثلا جراديويت اتخرج، ما يظهرش في الجدول، يتعامل مع الطلبه المسجلين حاليا. تمام، فما عدا يبقى ايه؟ وير نوت. تمام، فخلاص انا مش محتاج اعمل السيناريوهات دي كلها. الكلام اللي فوق بيتعاد بس بيتحط وير نوت، لان هو المره دي مش عايزهم، انت عايز الجدول من غيرهم. تمام، زي السيناريو اللي بقول لك انت عايز تشوف طلابك الحاليين من غير المتخرجين، فبتقول وير نوت ستودنت ايه ايكوال جراديويت في الحاله ان هو خريج، فخلاص ما يجيبلكش الجراديويت. فنيجي هنا فروم اهو، وير نوت كده. بص اهي، انا لما اجي
اعمل اقول لك كاتب كابيتال بس عادي كابيتال او سمول. نيجي هنا رن. ده كده جاب لي كل الناس اللي من اسبانيا. لا احنا مش عايزين اللي من اسبانيا، انت هات لي البشر كلهم ما عدا اللي من اسبانيا. فنيجي نكتب ايه نوت. جه الناس كلها شايف من المكسيك والمانيا وفرنسا وبريطانيا وارجنتين الكل، انما مش هتلاقي واحده هنا اي حد من اسبانيا. تمام كده. طيب فنوت مع كل الاوامر اللي درستها لك في الصفحه فوق هي كانها بتتعاد تاني، هيقعد يجربها مع كل الاوامر اللي فاتت انت بتدرب عليها. هات لي دول ما عدا دول، هات لي دول ما عدا دول، هات لي الكل ما عدا دول ما عدا دول، وبالشروط بقى عادي. يعني ممكن نوت ما عدا اللي فيهم كذا وكذا او فيهم كذا او كذا اللي هي باند او اور. تمام، عشان هو هيتكلم كتير في الملف اهو. هات لي كل الناس ما عدا اللي حروفهم اسمهم بيبدأ بحرف ايه. هات لي كل الناس ما عدا اللي الاي دي تبعهم بين 10 و60. هات لي كل الناس ما عدا اللي عايشين في باريس ولندن. هات لي كل الناس اللي ما عدا اللي الاي دي تبعهم اكبر من 50. تمام كده. تمام. فيها سيناريوهات بس، والجمل اللي وريتها الجمل شرحة نفسها. تمام. في ايه تاني؟ هات لي كل الناس ما عدا اللي اقل من 50. عندك تاني؟ بس خلاص. فكده النوت خلصت كلها. على علمك واصلين لآخر صفحة. احنا دلوقتي واقفين عند 29. هما زي ما قلنا كام؟ 46. خلاص هانت. طيب تعالى عند 29 و29 تقريبا في حاجة هنا جديدة. insert into زي ما قلت لك هي لغة للتعامل مع قواعد البيانات اللي هي عبارة عن جداول حاليا في اللغة دي. تمام. طيب واحنا بنعمل ايه؟ في المادة التانية 351 هنعلمك تعمل الجدول وتعمل الداتابيس كلها وتعمل الجداول وتعمل الأعمدة وتعمل الشغل ده. لكن هنا احنا بنتكلم والجداول جاهزة والأعمدة جاهزة وكله جاهز. فالجداول جاهزة، فاللغة دي تقدر تخلينا نعمل ايه؟ نضيف، نختار، نعرض، نحذف، اسمه ايه ده؟ احنا لحد دلوقتي كل اللي عملته لك اختر تقريبا. تمام. دلوقتي هنبدأ نشوف الإضافة بقى. ازاي تضيف على الجدول. يعني انا عندي جدول مثلا كاستمر زباين وفي 91 جالي كاستمر جديد عايز اضيفه بقى على الجدول الموجود. نضيف الكاستمر الجديد ازاي؟ هو ده اللي هو كاتبه هنا. طريقة الإضافة في الجدول لزبون جديد. مثلا قاعدة البيانات تبع الجامعة العربية، جه طالب جديد سجل عايزين نضيفه بقى للجدول الداتابيز تبعنا التيبل تبعنا. هنضيفه بالأمر ده. بتكتب ايه؟ insert into ضيف فيه ايه؟ كاستمر. جدول كاستمر فين بالظبط؟ عمود كاستمر نيم وعمود كونتاكت نيم وعمود ادرس وعمود سيتي وعمود بوستال كود الرمز البريدي وكانتري، يعني في كل الاعمده. وبعدين بيقفل الكوست بعديه. بعدين بيكتب الكي وورد الثانيه. الكي وورد الثانيه هنا فاليو القيم. ضيف بقى القيم دي. ضيف في جدول كاستمرز في الاعمده دي فاليوز القيم دي. ايه القيم؟ الكاستمر الجديد الزبون الجديد اسمه كاردينال توم بي ريتشسون. تمام. كاردينال هي الكاستمر نيم، توم بي ريتشسون هي الكونتاكت نيم، ايجنت 21 هي الادرس. تمام. سكافنجر هي الست 4006. تمام كده. بوستال كود. نوروي هي الكانتري هنا، يعني عشان بس مكتوبه في اخر الجدول. خدت بالك؟ فينزل ينضاف في جدول الزباين. وهو لو الجدول عندنا 99 يبقى هو رقم 100، 91 يبقى هو رقم 92. تمام كده. فدي طريقة إضافة حد للجدول. تعالى نضيفه. تعالى نضيفه. وقبل ما نضيفه نشوف الأول، نشوف إن هو مش منضاف. فتعالى هنا. أعرض لي كل كاستمر. كاستمر عبارة عن 91، يبقى بعد ما أضيف ده المفروض يكون 92. المفروض يعني المفروض أنزل في الآخر هنا. آخر واحد ده 91 اللي هو اسمه وولسكي من بولندا. الاقي 92 انضاف بعضه بكل البيانات اللي كتبناها له. تمام. فاجي هنا ونكتب الامر تبعنا insert into ضيف. تمام. وبعد كده على فكره انا عايز الامر ده نفسه كمان. تمام. طيب فتعالى كده اعمل الانسيرت انتو. ينفع في نفس الوقت تعرض ان احنا عاملين سيمي كولون؟ يا ريت يعرض رن. لان بص امر الاضافه مش هيظهر حاجه. امر الاضافه بس لوحده هندوس رن هينضاف.
اشوف مش هشوف، لازم اعرض ايه؟ اعرض الجدول. فانا عايز اعرض الجدول بعد ما اضيف. احنا دلوقتي زي ما قلنا ينفع تتكتب جنبها فوق بس كده عشان كل حاجه تكون واضحه. نوروي هي الكانتري، 4006 هي البوستال كود، سيتي هي سترانجر دي تمام، والادرس هو سكرين 21، والكونتاكت نيم هو ده كله، والكاستمر نيم هو ده كله. فانا بقول له ضيف انسرت انت، ضيف في جدول كاستمرز في الاعمده دي كلها الفاليوز القيم دي تمام. فهي دي الكي ووردز تبعنا، انسرت انت وفاليوز عشان نضيف. لما بتدوس ران بيضيف، انما مفيش حاجه تظهر على الشاشه. تظهر على الشاشه امتى؟ لما نظهر الجدول نفسه. طيب وليه كتبنا اسم الاعمده دي كلها؟ ما هي دي اسماء الاعمده اهي، دي اسماء الاعمده في الجدول تبعنا تمام. عشان كده بنقول له ضيف في الجدول ده في الاعمده دي. طيب فتعالى ندوس ران، والمفروض هو 91 دلوقتي، المفروض يبقى 92، والراجل اللي اسمه كاردينال ده يظهر في الليست. فنيجي ندوس ران هيعمل ايرور، لان المفروض احذف وبعدين ارجع اعمل اشوف، بس ما اعرفش هيظهر ولا لا. ران تمام. مم. دول المتصفح بتاعك ما بيدعمش الاس كيو ال دلوقتي تمام كده. احنا بنستخدم اونلاين صودا تمام. فكان المفروض اشتغل بحاجه، انزل كومبايلر ونشتغل بيه تبع ماي سيكوال ده اللي هو 3، واستخدمه عشان يظهر معاك الامر هناك. بس هو كده انضاف في الجدول تمام. لو جيت دوست الامر تبع العرض مش هيظهره، هيظهر 91 برضو عشان ما فيش ابديت هنا، لان ده ايه؟ اونلاين كومبايلر تمام. طيب هو كده خلاص ضافه. لو عايز تشتغل اس كيو ال نزل ماي اس كيو ال اسمه كده تمام، ده فري وتطالب بيه، وشوف له حاجه يوتيوب كده ازاي تنزله. طيب عايز اضيف في اعمده معينه، كاستمر نيم سيتي كانتري، عايز اضيف حاجه في اعمده معينه والاعمده الباقيه تبقى فاضيه تمام. نفس الشغل، عايز اضيف في كل الاعمده وكذا حد، values القوس الاول فاصله تمام كده، فاصله القوس الثاني فاصله. يعني ده كده شخص اسمه كاردينال ببياناته كلها انضاف، وخلصنا عند الفاصله هنا. ده كده اسمه جريسي اهو، ينضاف لكل بياناته وحسب الاعمده اللي فوق. هنضيف كاستمر نيم، وهنضيف كونتاكت نيم، وهنضيف في الادرس وفي السيتي وفي البوستال كود وفي الكانتري، يعني في الاعمده كلها. وده في الاخير اسمه تيستي هنضيفه برضه بياناته. يبقى ازاي تضيف كذا حد؟ تعمل كل البيانات تبعهم وتعمل بس فواصل في الاخر، وفي الاخر السيمي كولون تقفل. بعد ايه؟ بعد الكي وورد فاليوز. زي ما قلنا الكلمات بتاعتنا انسيرت انتو اسم الجدول والاعمده جنبيه في قوس، فاليوز القيم، وتضيف القيم جنبها تمام. طيب فدي امثله انت تتدرب عليها، احنا خلاص شرحنا الفكره. نكمل كده. اتعلمنا ازاي بنضيف في الجدول، نضيف ناس جديده. طيب طب احنا مش عايزين نضيف ناس، احنا عندنا طالب واتخرج وعايزين نغير حالته من طالب حالي لمتخرج، عايزين نخلي الحالة تبقى جراديويت تمام كده. بالكم كده ان شاء الله عايزين نكتب انكم اتخرجتوا. فده اسمه ايه؟ ده اسمه ابديت بقى تمام. عايز تحدث على بيانات في الجدول. فتحدث دي بتتعمل ازاي؟ كي وورد هي ابديت كده على طول، وش حدث. خلي الكاستمرز، حدث جدول الكاستمرز تمام. يعني انت بتقول له ابديت كاستمرز، احنا كده هنحدث جدول الكاستمرز. هنعمل ايه؟ set. set يعني حدد، يعني ادي القيمه دي، يعني اجعل القيمه دي العمود ده يساوي كده تمام. set كونتاكت نيم الفريد تمام. الشخص ده اللي الكونتاكت نيم تبعه اسمه الفريد، والمدينه بتاعته سيتي فرانكفورت، وير كاستمر اي دي 1. يعني ايه؟ يعني تعالى كده، الشخص اللي الاي دي تبعه 1 روح غير الكونتاكت نيم تبعه لألفريد تمام. سيبك من اساميهم، شميدت الماني ده، الماني شكله تمام. الفريد تمام كده، غير الكونتاكت نيم لألفريد، والسيتي المدينه تبعه لفرانكفورت. الراجل غير عنوانه وغير الكونتاكت نيم عنوان التواصل معاه تمام كده. انت عايز تحدثهم وهو ضاف البيانات دي، هي فعلا وصل لك ان هو حدثها غيرها، عايز تغيرها له وهو عندك في الجدول. فانت بتقول له بص، عند الكاستمر اي دي الزبون رقم 1 روح حدث له البيانات، خلي له الكاستمر نيم
وستيتي بيساوي كده. تمام، هو ده اللي اتحدث الكاستمر نيم والستيتي. تمام، برضو دي اوامر ما بتظهرش على الشاشه. لو احنا كنا منزلين اسمه ايه ده، الماي اس كيو ال. تمام، والله ما اعرف، عايز اشتغل لاين كومبايلر واللاين اس كيو ال كومبايلر اي حاجه. ما اعتقدش ان هيكون فيهم حد شغال كويس سيرفر. طب تعالى كده يعني. تمام، عندك ايه طيب؟ داتابيز، ثواني كده. هو كده عامل جداول الاخ ده، بس احنا عايزين نختار على المثال اللي معانا بس. رايس ميشانيزم. هو كده عامل جداول الاخ ده، بس احنا عايزين نختار على المثال اللي معانا. رايس ميشانيزم كده. ماشي، ثواني. SQL سيرفر. ال AI ده يعمل ايه؟ اللوجن. قلت لك مش هلاقي حاجة كويسة دلوقتي، عايزين حاجة جاهزة بالمثال. ال AI ده يعمل ايه؟ تمام، قلت لك مش هلاقي حاجة كويسة دلوقتي، عايزين حاجة جاهزة بالمثال. روم ديمو عندكم جداول ايه طيب؟ تعبانين برضه، انا عايز حاجة تكون جاهزة بجداول عشان اعمل ايه المثال، بس يكون بيرضى يضيف الاوامر اللي ما بتعملش اوتبوت دي. تمام، ونعرف نظهرها بعديها مع كومبايلر. وده عامل جدول نسميه student. تمام، وضايف فيه قيمة. طب تعالى دوس ران. تمام، ركز معايا هنا، الجزئية دي مش عليك بس عشان نطبق المثال اللي هو بيقوله. احنا دلوقتي عندنا جدول، وتعالى هنا اعزف لي ده. دوس ران. عندنا جدول ضفنا فيه 2 طلاب. الاي دي مثلا، اي دي صح، انت ستودنت 1 ورايان وميل. تمام، ريان والجندر. بص، اي دي واسم الطالب والجندر. تمام، وعندنا 2 طلاب في الجدول. خلينا نقول ان ريان ضيع الاي دي تبعه مثلا هنا، وعايزين نغير، او كان كاتب اسمه غلط. هو كاتب ايه؟ ريان، عايز يخليها ريان. تمام، عايز يزود ايه، عايز يحدث اسمه بالطريقه اللي هو عايزها. تمام، فريان ده عايز يعدل اسمه، فاحنا فين الاوامر تبعنا؟ هاجي اقول ابديت. تمام، تعال عليها على طول. هاجي اقول هنا، مالكش دعوه بالاكواد اللي فوق، ركز معايا في الامر تبعنا. انا كل ده عشان اوريك ابديت. هنحدث جدول ايه؟ الجدول اسمه ستودنت. تمام، الجدول لازم يتكتب باسمه ستودنت. تمام، هو الجدول اهو. طيب ستودنت ست بقى، اجعل حدث جدول ستودنت. اجعل ايه؟ ريان هيغير اسمه، هو هنا كاتب ريان بس عايز اضيف اسم الاب واسم العيله، فنيجي نقول ست. اسم العمود تبع الاسماء ايه؟ نيم. تمام، ست نيم. خلي الاسم يساوي. تمام، عايزك تركز معايا هنا وسيبك من الاكواد اللي فوق. ست نيم يساوي، هنخليه كده، عايز اغير اسمه وخليه ريان كده احمد مثلا. تمام، عايز يكتب ريان احمد مثلا. كده كفايه؟ لا، ليه؟ لان كده هيروح على اسماء الناس كلها في الجدول ويخليها ريان احمد، فلازم نحدد مين ده اللي عايز يغير اسمه يكون ريان احمد. وير الجدول هنا العمود تبع الاي دي، مالكش دعوه بالكود، اسمه اي دي. وير اي دي ايكوال 1. تمام، سيمي كول. خلي وير تحت كده، وست نيم كده. تمام، برضه عايزك ايه تبقى شايف الامر كويس، واعمل لك زوم عليه، وبعدين نعرض الجدول تاني. تمام، ركز بقى.
شوف كده معايا هنا احنا عملنا ايه؟ قلنا له بص الاسم في جدول ستودنت عمود النيم عايزين نخليه ريان احمد. لو سكت وما كملناش كلام الجدول كله هيبقى ريان احمد. لازم نعمل ايه؟ وير ان الاي دي 1 ليه؟ عشان يروح عند الطالب الاي دي تبعه 1 وغير له اسمه من ريان لريان احمد. تمام كده؟ فنيجي دلوقتي بقى نعرض الجدول رن. خدت بالك؟ اول مره دي اللي هو تبع الامر ده. فين الامر اللي هو تبع الامر ده خلاص سيبك منه. تمام كده؟ اللي احنا كنا طابعين في الاول، لكن احنا حدثنا دلوقتي ما عادش اسمه ريان، بقى ريان احمد بالطريقه اللي كتبها. وهو حدثنا هنا عن طريق ان احنا قلنا له حدث جدول ستودنتس، خلي الاسماء النيم بتساوي ريان احمد عند الطالب اللي الاي دي تبعه 1. وعرضنا الجدول تاني فين اللي حصل 1 واسمه بقى ريان احمد اتحدث اهو. تمام، والجندر ايميل وكل البيانات زي ما هي والباقيين زي ما هو. لكن لو كنا سكتنا فوق وما كتبناش الشرط ده وير اي دي ايكوال 1 كانت جوانا برضه هيبقى اسمها ريان احمد والجدول كله. تمام بس. طيب فده امر ابديت كويس اوي الموقع ده. تعالى بقى نكمل. فده التحديث هيقعد بقى يحدث لهم كل حاجه. بص والله الراجل ده عايز يغير كونتاكت نيم برضه وعايز يغير الكانتري والراجل راح المكسيك. الباشا ده عايز يحدث الكونتاكت نيم لجوان كاتب اسمه غلط عايز اغيره وخليه كده. تمام، فالتحديث انت بتدرب على السيناريوهات. تعال نكمل. اتعلمنا الاضافه، اتعلمنا العرض، واتعلمنا التحديث. تعال بقى نتعلم الحذف. واحد سجل يعني مثلا مسابقه وواحد ساب المسابقه ومشي، خلاص احنا عايزين نحذفه من الجدول الاخ ده. تمام، والواحده عشان نحذف الناس كلها. ليه؟ انت زي ما لاحظت احنا من النادي بنقول وير العمود كذا يساوي كذا. تمام، ليه؟ لان احنا لو ما قلناش وير وكذا هيحذف العمود كله. طب هو الناس اللي باقيه مالها ومال كده؟ هو الراجل سجل خروج واحنا عايزين نشيله هو بس، فلازم نحدد الشرط ان فلان اللي اسمه كذا وفلان اللي دي تبعه كذا، تنقي حاجه مميزه تحكم عليه بيه ان هو بس اللي اتغير عنده الحاجه وتحذفه هو. تمام، فهو عايز يقول لك هنا من كاستمر، من جدول كاستمر هنعمل ايه؟ ديليت فروم. مش ابديت، كنا بنقول ابديت الجدول بعدين ست ايجال. لا هنا بقى ديليت فروم، احذف من اسم الجدول كاستمر. وير بقى ايه؟ اصل ديليت فروم كاستمر دي مصيبه. لا كمل وير ان الكاستمر نيم اسمه الفريد او الكاستمر اي دي مثلا 1 ويروح حذف الشخص ده تماما من الجدول. تمام، فمش هيظهر في الموقع ده قوي لان دي اوامر ما بتطبعش على الشاشه. تمام، بعد ما بتعزف ولا تضيف الاوامر دي ما بتظهرش معاك على الشاشه. فانت اسمه ايه ده، انت عاوز تعزف وعايزين نظهر الحذف اللي حصل. فتعالى مثلا هنا نحذف ريان احمد ده. تمام، خلي ده كومنت. تمام كده. بص الكومنت هنا بتعمله ازاي. لو عايز السطر يبقى كومنت تعمل بس ايه 2 هايفن مرافق. تمام، ماينس. طيب انا دوست ران دلوقتي المفروض ما يطبعش الجدول الاول بس خلاص. عايز احذف ريان احمد من هنا. خلاص الراجل اسمه ايه ده هيطلع من المسابقه وهيسيب الجامعه ويمشي. هنيجي نعمل ايه؟ انا عملت له ابديت وكل حاجه. هاجي اكمل هنا واقول له بص ديليت. مش انت هتحذف كلمه حذف فيها ديليت من فروم. فروم مين؟ ستودنتس اسم الجدول. عايز تحذف ايه؟ قلنا عايزين نحذف الطالب ريان. تمام كده، اصبر عليا كده انا مش عايز الخبطكم. تمام، from students انزل بالكيورد where ريان المميز عنده. ممكن احكم عليه بالاسم، ممكن احكم عليه بالاي دي. اقول له where اي دي. تمام، فديليت from students where id equal 1 1 لان الاي دي تبع ريان هنا 1. تمام، طيب احنا مش كده حذفناه، عايزين نعرض. هو ميزة الموقع طبعا ان هو بيخلينا اعرض لكم بعديها. الموقع الثاني مشلول تبع الدبليو 3 سكول في انه يعمل حاجه زي كده. وهنعرض ستودنتس بعد بعد امر الحذف. فكده هيطبع الجدول مره وريان موجود ومفروض يطبعه ثاني مره
ومن غير ريان لان الريان ايه اتحذف. فتعالى نشوف ران كده. ريان موجود اول مره، وده التيبل طبعا امر الطباعه الاولاني اللي هنا ده. فين هو؟ انزل بينا اللي هو الامر ده. لكن احنا رحنا عملنا ايه؟ رحنا حذفناه من الجدول وطبعنا تاني. ففي المره التانيه طبع جوانا بس لان ريان خلاص اتحذف. تمام كده. فالديليت ازاي؟ نقول ديليت فروم ستودنتس. من سكوتش لازم نقول ديليت حسب ايه؟ الاي دي تبع ريان 1 وير اي دي ايكوال 1. قام حذف ريان بالكامل من الجدول. تمام. ومالناش دعوه بالجدول اللي فوق ده. والجدول تبعنا التاني اهو جوانا بس اللي بيت وريان اتحذف. تمام. طيب نيجي هنا. فدي امر الحذف. هيقعد بقى يشتغل ديليت فروم كاستمرز. حذف الزباين كلهم. شوف بقى اللي هيعملوه فيك في الشغل، هيموتوك. تمام. عشان كده بقول لك لازم نقول وير، لان احنا لو قلنا ديليت فروم واسم الجدول كده البشريه كلها اتحذفت. تمام. تعالى هنا. خلينا مثلا كنا نيجي هنا نقول ديليت فروم ستودنت وما اقولش وير اي دي ايكوال 1 اللي هو ريان. احذفها كده واعمل سيميكول. لا ريان ولا جوانا هيطبع. وريني. ده امر الطباعه ده. اعمل كده كومنت ران. لا ريان ولا جوانا هيطبع. ليه؟ قلنا ديليت فروم ستودنت، حذفهم من الاثنين، ما حددناش بالاي دي. عشان كده الامر ده خطر، لازم يكون بالشرط. تمام. طيب اتعلمنا نحذف الناس من الجدول، نحدث بياناتهم نضيفهم. الجدول ده محطوط جوه الداتا في قاعدة البيانات. عاملين جدول للكاستمر. تمام. او خلينا نقول ان احنا كنا عاملين مثلا جدول ملوش لازمة، مثلا معدات سنوية، ادوات سنوية، حاجات زي كده مش مهمة دلوقتي، عايزين نشيله من قاعدة البيانات. دروب، شيل الجدول كله. تمام. فتيجي هنا مش محتاج اوريهولك في الشاشة. بص تكتب دروب تيبل واسم الجدول، هو خلاص كده شكرا، شالهم كلهم. تمام. دروب وتيبل وكاستمرز، بس مفيش حاجه هتطبع برضه. تمام كده. انت بتقول له دروب تيبل كاستمر، الجدول ما عادش موجود بكل حاجه فيه، بالاعمده بالناس بكله. تمام. طيب ده امر مش هيظهر لك حاجه على الشاشه. تمام. فده ايه؟ انك تلغي الجدول كله. طيب select top 3 from customers. طب دي حركات جديده كانتش موجوده ايامي. عايز اول 3 من جدول customers. select top 3 from customers where country equal Germany. هتلاقي أول 3 في الجدول الدولة عندهم جيرماني، أو أول 3 من جدول كاستمر. حركات كويسة. تعالى ورينا. خدت بالك إننا بس لما قرينا فهمنا هو عايز يعمل إيه. توب 3 دي أنا ما عملتهاش. أهو مين توب 3؟ أول 3 1 و2 و3. أنا ما عملتش أمر زي كده قبل كده. تمام. فهي بس هي شرح نفسها بالقراية. توب 3 هات لهم كل الأعمدة بالنجمة من جدول كاستمر، فراح جاب لي أول 3 بكل الأعمدة تبعهم من جدول كاستمر. بعد كده بيخلي الأمر ذكي شوية، بيقول لك إيه؟ والكانتري عندهم جيرماني، يعني هات لي أول 3 في جدولنا بلدهم ألمانيا. تمام. أدي فروم وأدي وير. أول 3 من جدولنا كاستمر بلدهم ألمانيا. يعني أول ألمان عندنا مين؟ ران. جاب له أول ألمان أهو. رقم 1 أول واحد من ألمانيا الاي دي تبعه. رقم 6 ده ثاني واحد يجي لنا من ألمانيا. رقم 17 ثالث واحد يجي يتسوى عندنا من ألمانيا. تمام. طيب هنيجي بقى لحاجة اسمها الاجريجيشن فانكشن. تمام. ودي الجمال بقى وحلاوة اللغة دي. بيسموها الاجريجيشن فانكشن، او بيبقى الترجمة العربية دوال التجميعية، دوال الحساب بقى. الأصغر منه، الأكبر منه، المتوسط الحسابي. تمام كده. طيب المجموع. تمام. وعدد الصفوف لو عايزين نعد كاونت. تمام. نقدر برضو نعد. فتعالى كده نعرض الجدول الأول وبعدين نفهم. وشيل توب 3 دي، أنا عايز الجدول كله بكل الناس. ران سكيور. ده مش هيفيدنا في حاجة. خلينا نشتغل على برودكتس لأن في أسعار هناك. برودكتس والبي كابيتال
تمام. عندنا هنا منتجات واسعارها. عايز المنتج اللي ارخص سعر فيهم، اللي اكبر سعر فيهم، عايز مجموع الاسعار دي كلها، عاوز المتوسط الحسابي للاسعار دي كلها، هي بقى الحته دي، عاوز عدد المنتجات دي كلها. تمام. بس هي دي الدوال التجميعيه. فبتعملها ازاي؟ السلكت نفسها. تمام. بتيجي تقول سلكت، بص كده وتحذف النجمه. عايز اصغر سعر، يبقى من، وافتح القوس، يعني دي المفروض اكتبها كابيتال، من او كده المفروض دي او دي، واجي اقول هنا في الجدول اسم العمود اللي هنحكم بيه برايس، هات لي اصغر سعر، رن اس كيو ال كده. خدت بالك؟ بقول له هات لي اصغر سعر في الجدول، واصغر سعر فعلا كان 2.5 جنيه، ده المنتج صاحب اقل سعر. طب عايزين اكبر سعر، يبقى اجي اقول له ماكس، اغلى منتج عندنا 263.5 جنيه. تمام. طيب. طب عايز مجموع، اجمع لي كل الاسعار دي عشان اعرف احنا بنكسب كام في الاخر، يبقى صم. تمام كده. مجموع البضاعة بتاعتنا كلها، اسعارها كلها المفروض يطلع لنا في الاخر كام؟ 2222 وبس. كل المنتجات دي غريب. تمام. محل بيخسر ده. طيب، جبنا المجموع وجبنا الاصغر من الاكبر، هات لي المتوسط الحسابي اللي هو المجموع على العدد، افريج اي بي جي، متوسطهم كام؟ 28 فاصلة. هات لي عدد منتجاتنا، وكل منتج مكتوب جنبيه برايس، افهم الحته دي، كل منتج جنبيه برايس، لو عديناهم هيعد الصفوف. تمام كده. فبدل لما تروح تكتب برايس، اكتب ايه؟ النجمه، ويجي اكتب هنا كام. ليه النجمه؟ لان احنا عايزين نعد الصفوف كلها. عد الصفوف، عدد لي البضاعه، عرفت لي انا عندي كام حاجه بتتباع. رن. عندي 77 حاجه بتتباع. 77 حاجه بتتباع اللي هو ايه؟ ادي جدول برودكتس اهو. كام عدد الصفوف في جدول برودكتس؟ 77. تمام كده. 77 حاجه بتتباع. والافرج المتوسط الحسابي حسبها ازاي؟ المتوسط الحسابي راح جاب الصم، تمام، وراح قسم على الكاونت، ان هو بيساوي المجموع على العدد، اللي هي داله الاجريجيشن فانكشن اللي لسه عاملينها دلوقتي. تمام كده. فكاونت عدى الصفوف 77، وهو فعلا عندنا 77 منتج بيتباع. تمام. فدول كده الدوال التجميعيه، الاجريجيشن فانكشن، ودي جمال الاس كيو ال، انها هتعمل لك عمليات حسابيه على كله. تمام. بس احنا كده يعتبر خلصنا المفروض. عنده حاجة تاني؟ عمال يجمع بقى ويجيب متوسط حساب الجداول وبشروط. طب بقول لك ايه، هات لي المتوسط الحسابي للسعر بس عند المنتجات، إيه المنتجات اللي الكاتيجوري الاي دي تبعها بيساوي 1. انا علمتك كل ستيب شروط، ننزل تحت بقى يجيب لك شروط، يجيب لك اند، يجيب لك اور، كل ده انت متدرب عليه من فوق. تمام. من اول فوق انت فاهم وعارف. تمام. وخلص الجدول. فتعالى بقى نكتب الملخص. طبعا احنا كده اتعلمنا ايه؟ احنا كده اتعلمنا سيلكت، فين القلم؟ سيلكت، الاختيار، نختار. تمام. بعدين اتعلمنا وير بشروط، اختار حسب ايه. تمام. بعدين اتعلمنا اوردر باي، رتب حسب ايه. تمام. وقلنا في ديسندنت واسندنت، ديسك واسك. تمام. تصاعدي وتنازلي. وقلنا ان اسك هي اللي معموله باي ديفولت، انه يبدا من صغير لكبير، فكتبناها زي ما كتبناهاش. بعد ما رتبنا اتعلمنا الاضافه، ازاي نضيف انسان جديد للجدول. تمام. طيب، بعد ما اتعلمنا الاضافه، اتعلمنا لو في ناس في الجدول وغيروا بياناتهم زي ريان لما راح حدث اسمه ريان احمد، اتعلمنا ابديت واسم الجدول، وبعدين ست وحدث بقى الحاجات الجديده خليها كذا، وبعدين وير عشان نحدث عند فلان ده بس اللي دي تبع 1. تمام. وست خلي الاعمده دي تساوي كذا. تمام. طب بعدين اتعلمنا ازاي نحذف حد من الجدول، قلنا ديليت فروم. تمام. ديليت
فروم واكتب اسم الجدول، وقلنا لو كتبنا ديليت فروم واسم الجدول هيحذف كل الناس اللي في الجدول. عايزين نحذف حد بس من الجدول، وير، ونشوف المميز عنده الاي دي، ونقول وير الاي دي تبعه ايكوال كذا وهو يتحذف من الجدول. بعد كده شفنا ازاي نلغي الجدول كله من الداتابيز. دروب ستودنتس ما عادش في جدول اسمه ستودنتس، تمام. فبتكتب دروب واسم الجدول. بعد كده شفنا الاجريجيشن فانكشن اللي هي الدوال الحسابيه والدوال اللي بتعمل الاحصاءات، المجموع والطرح، تمام كده. انا عايز اكتب لك اسمها كلها برضو لو انت مش مجمع معايا. ده اسمها بص اجريجيت، تمام، فانكشن، وهم sum avg max من في تاني وكم، تمام، العدد. بس ده كده كل حاجه كان النهارده في السكيول. انت بقى تقعد بقى تتدرب على الامثله كلها اللي هو مديهولك في الاربع صفحات دي، تمام. احنا كده يعتبر خلصنا العملي كله. باقي بس سؤال الداونلود تايم لقيتكم بتسالوا عليه، وده كان اول حاجه خالص قبل اللغات، بس ده عشان في السلايد وملهوش ملف معانا فما اتكلمناش عنه، فهنعمل له برضه فيديو صغير ليه لوحده، تمام كده. وكده نبقى خلصنا كل حاجه. طبعا قالوا لي الاسبوع ده ان نشرح لكم اونلاين، وانا لو نزلت اقعد اعيد الكلام ده 3 مرات في اليوم اونلاين ليكم كلكم، وارجع تاني يوم الاربعاء اعيده ليكم كلكم، هنا هموت، هنا مش هيبقى عندي صوت. قلنا نعمل فيديو واحد وننزله لكم كلكم على اليوتيوب ويبقى معاكم كلكم عادي، مفيش مشاكل. برضه سؤال الداونلود تايم يبقى نظبطكم فيه، تمام كده. بس ده بقى على القناة عندنا. كده العملي خلص. ممكن إن شاء الله يكون فيه فيديوهات مراجعة، تمام، لأن الميد ترم تبعك كل أسبوع جاي. أنت بقى تذاكر إزاي؟ خلص العملي أنت ناجح إن شاء الله بإذن الله. خلصت العملي من أي مصدر، من أي سورس بتتابعه، من أي سورس أنت معاه. بعديها تفتح ملفات الاختبارات المحلولة وتقعد تتدرب على العمل اللي فيها، لأن المهم السيناريوهات مش السنتكس. عرفت البي اتش بي، عرفت جافا سكريبت، عرفت ال HTML وال CSS وال SQL، ملهاش لازمة إنك عرفت. أنت في الآخر هتتسأل في سيناريو، هيجي سؤال مكتوب كلام بالإنجليزي، إما إن يديك الكود وهات الأوتبوت وساعتها لازم تعمل تريس وهنا في تك، إما إنه يكتب الكود وساعتها لازم تقرا بالراحة وتفهم عايز يعمل إيه. يعني لو جالك أمر SQL هات لي الناس اللي البلد عندهم ألمانيا واللي مثلا أعمارهم أكبر من، تمام كده، تبقى عارف إزاي تعمل إن الشرط الإيدج أكبر من 50 and اسمه إيه ده country equal Germany ألمانيا، يبقى فاهم إزاي تعمل الحاجات دي. السيناريوهات مش مهم إنك عرفت اللغات. طيب بعديها النظر زي ما قلنا الملخصات. عندك في ملخصات دكتور دعاء اللي بقول لكم عليها بارت A وبارت B النظري، أو إنك تجيب ملفات امتحانات قديمة محلولة وتقرا حل الاختيارات، وأنت بتذاكر الاختيارات تقرا جملة الاختيار مع الكلمة اللي هو مختارها من الاختيارات وخلاص، قراية. دي بتجيب معاك سنتس في الاختبارات. والشورت النظري المقال المتجاوب في الامتحانات المحلولة اللي معاك، تفتح شات جي بي تي وتقول له ده السؤال والإجابة، تبعتهم له ناس خلاص وتقول له اشرح لي الكلام ده باللغة العربية بلهجة بلدي. أنت من السعودية اشرح لي باللغة العربية اللهجة السعودية. أنت من مصر اشرح لي باللغة العربية اللهجة المصرية. وتبقى مديله السؤال والإجابة وشوف بقى هيقول لك إزاي. هتاخد المعلومة زي ما بنقول إيه بشكل كده وناس قاعد تونس وأنت بتتكلم حرفيا. هتروح الاختبار هتكتب لهم وتقعد تتونس في الاختبار كده في النظري، هيشوفوا الإجابة دي درجتك كاملة في النظري. فده اللي عايز أجيب تقدير بس، ودي المادة تذاكر كده. موضوع سلايد وافتح وامشي صفحة صفحة هتتعب نفسك ومش هتحقق أداء عالي في الآخر، تمام. حتى يمكن تكون بتخاطر بالنجاح. دي طريقة مذاكرة المادة دي، تمام. شكرا، نشوفكم إن شاء الله إيه في الفيديو الجاي. ممكن يكون على الداونلود تايم عشان هو آخر حاجة لما تسألوا عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش بقى ايه تشارك الفيديو مع زمايلك والدفعات الجديدة. السلام عليكم.